السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة 30 Days of Pandas على الليت كود. طبعا احنا لسه مكملين في البلاي ليست دي، وإن شاء الله النهاردة هنحل السؤال 16 اللي عليه الدور. أوكي، احنا كده هنحل السؤال اللي هو Count Salary Categories. فخلينا نشوف السؤال ده بيقول إيه. يلا بينا. أوكي، السؤال هنا مديني two columns Account ID و Income. بيقول لي إيه بقى؟ Calculate the number of bank accounts for each salary category. طيب مين هم بقى السالري كاتيجوري؟ بيقول لي لو سالري لو السالري ده strictly less than $20,000، والافريج سالري لما يكون انكلوسيف رينج ما بين $20,000 وال50,000، ولو الهاي سالري فهيكون strictly greater than 50,000. عايز بس اوضح حته اللي هو strictly less than، فده هيكون اقل من 20,000 ولكن لا يساوي 20,000. ونفس الكلام برضو هنا في الجريتر، الستريكتر جريتر فهيكون اكبر من ال50 ولكن لا يساوي. الانكلوسيف رينج هو هيكون ما بين ال 20,000 وال 50,000، وممكن يساوي ال 20 او ممكن يساوي ايه ال 50. طيب هنا كمان بيقول لك ماشي، هنا بيقول لك ان التيبل ده لازم يحتوي على الكل كاتيجوري، التلاته كاتيجوري. لو في اكونتس ملوش كاتيجوري فخلاص حط مكانه ايه، مكانه صفر. فتعالوا كده نبص على الانبوت. فهنا مديني 108,000 وشويه، 12,000، 87، 91. طبعا 108,000 و 87 و 91 ينطبقوا تحت الكاتيجوري اللي هي الهاي سالري. طيب وال 12,000 فده هيكون اللو. طب فين الافريج؟ مفيش، فخلاص بصفر. تعالى كده نبص فعلا في الاوتبوت، هتلاقي ان اللو بواحد اللي هو ده، وان الهاي بتلاتة، والافريج ايه بزيرو. طيب حاجه زي كده ممكن افكر فيها ازاي؟ ممكن مثلا يعني امسك الانكم ده كده وابدا احدد الثلاث شروط اللي فوق. والله لو هو اقل من 20 فده هيكون لو، لو ما بين ال 20 وال 50 فده هيكون افريج، لو اكبر من 50 فده هيكون ايه الهاي. واحطهم في الثلاثه فاريبل، وابدا اساين الثلاثه فاريبل دي في داتا فريم اللي هم دول. بس هو سؤال بسيط جدا. يعني ممكن مثلا اقول له ايه، لو سالري، ونقول له الداتا فريم بتاعتنا اوف الانكم اقل من ال 20,000. تمام. طيب انا عايز اجيب له السمشن. هو كده هيجيب لي ترو فولس وبتاع، فانا اقول له ايه السمشن. نفس الكلام برضو لل 3 variables التانيين، بس هيكون الافريج، وهنا هيكون الهاي. هنا بقى يكون اكبر من ال50,000، وهنا اقل من ال20,000 او يساوي. و and الاكونتس اوف الانكم اكبر من او يساوي الايه ال50,000. اوكي، انا كده عملت 3 variables بتوعي اللي هم اللو الافريج والهاي. انا بقى عايز اضيفهم في الكولومز اللي هو اسمه accounts count، وابدا اضيفه في الداتا فريم بتاعي. اوكي سهله. هبدا اقول له البانداز اوف الداتا فريم، وانا عايز هما تو كولومز بس، كولوم الكاتيجوري والكولوم الاكونتس كاونت اللي هيكون شايل القيم دي. طيب انا هبدا اعملها زي ديكشنري كده. الديكشنري فيه هيكون فيه تو كيز بس. الكي الاولاني اللي فيه الكاتيجوري، وهيكون فيه شايل الليسته اللي فيها ال3 كاتيجوري بتوعي، اللي هو مين؟ اللي هو اللو سالاري، والافريج سالاري اللي هو ده، و الهاي سالاري. جميل. طيب الكي التانية ايه بقى؟ الكي التانية اللي هي فيها ال accounts count. ماشي. والفاليو بتاعها low salary، average salary، والهاي salary. فلو جينا عملنا ريتيرن للداتا فريم دي ونشوف هل مظبوطة؟ لا. فنعمل رن الاول.
ران تايم ايرور ده عشان ايه؟ المفروض كنت احط ده كده في اكواس، وده كمان برضو في اكواس، ونرن. مظبوط، الكود مظبوط وكله مية مية. فتعالى كده نسبمت. رونج انسر. طيب 20 و50 زيرو. زيرو ازاي؟ اي المفروض 2. طيب اه اوكي ده احنا اتلخبطنا، المفروض نخليها تكون هي ما بين ال20 وال50، فهتكون اكبر من ال20 او يساوي، واقل من ال50,000 او يساوي. فنصمت كده تاني. accepted. بس كده، ده كان سؤال النهاردة. اشوفكم على خير، واشوفكم في السؤال اللي جاي. مع السلامة.